مزرعة السي اس اف أو اللامبر بانكشر دي أخطر مزرعة ممكن تتعامل معاها، لأن في حالات المننجايتس القرار بيكون سريع وخطير. غلطة واحدة في قرايتها ممكن تضيع التشخيص كله. تعالوا نفهمها صح من أول مرة. تمام، هي سي اس اف او اللمبر بانكتشر في الحالات اللي هي سسبكتد مننجايتس. الجدول ده يكون على طول معانا في الموبايل. تمام، ممكن ان انت ما تحفظوش في الاول، ولكن ان هو يكون عارف المننجايتس ديت ممكن تكون سببها بكتيريال، ممكن تكون سببها فيرال، ممكن تكون سببها فنجل. هنفرق ازاي ما بين البكتيريال مننجايتس والفيرال مننجايتس والفنجل مننجايتس. الجدول ده على طول يكون معانا كده على الموبايل. اول ما تطلع لي سي اس اف كلتشر اروح جايه فاتحه الجدول على طول وان انا اقارن. ده النورمال، البيشنت النورمال. الكالر دوت الاوبننج بريشر اللي هو ايه، الانتراكرينيال بريشر. خلاص دوت النورمال بتاعه، ده ما بيطلعش اصلا في الايه في السي اس اف كلتشر، بس لو طلع خلاص عادي يعني، خير وبركه. الاوبننج بريشر او الانتراكرينيال بريشر او اللي هو الضغط السائل المخي في النورمال بتاع مش بيشنت، في النورمال بتاعنا من 60 ل 200. في البكتيريال انفكشن تقريبا بيكون ماركتلي اليفيتد، هتلاقي عليه شويه. في الفيرال انفكشن نورمال او سلايتلي اليفيتد. تمام، في الفانجل المننجايتس بيكون اليفيتد خلاص، وده مش مهم. تاني حاجه الكولر في النورمال بيكون كلير. هنا هتلاقيه كلاودي كلاودي كلاودي. ليه؟ لان اصلا العينه دي السامبل دي فيها مايكرو اورجانيزم، فعامل لي ايه، معكره. تالت حاجه الوايت بيسيز، فاكرين لما جينا قلنا ان تي ال سي يا اما بريفرال يا اما سايت اوف انفكشن؟ شفناها في اليوم كلتشر، وادي بنشوفها تاني في السي اس اف كلتشر. خلاص، يبقى الوايت بيسيز او التي ال سي ما بتظهرش في السي بي سي بس، ولكن بتظهر في الايه، في الكالتشر اللي هي السي اس اف مثلا واليورين كلتشر. التي ال سي ادي عندنا النورمال بتاعنا اهو اقل من 5. في البكتيريال مننجايتس هتلاقي من 1000 ل 5000. لقيت التي ال سي عالي 1000 ل 5000 سسبكتد بكتيريا. من 100 ل 50 ادي كده فيروس، من 100 برضو ل 50 ادي كده فنجل. يبقى انا فرقت ما بين الفيرال والفنجل وما بين الايه البكتيريا. نخش على اللي بعده. البريدومينت سيلز بقى، طيب يعني الموست كومن سيل اللي بتكون ظاهره، احنا عندنا عادي الليمفوسايت هو دوت الموست كومن من الوايت بيسيس سيلز. يعني من الوايت بيسيس هتلاقي الليمفوسايت. خلاص، ده 70% بيبقى الليمفوسايت. لقيت ان كاتب لك في السي اس اف كلتشر النيوتروفيل، يعني تي ال سي عالي، هو كلاودي معكر. التي ال سي عالي، وكاتب لك ان المين وايت بيسيز او المين السيل تايب نيوتروفيل، خلاص بكتيريا. لو المين سيل تايب مع الوايت بيسيز برضو ان هي بتكون عاليه من 150 ولكن مش 1000 ل 500، دي الليمفوسايت. وفي الفنجل برضو الليمفوسايت. نيجي للي بعده. الجلوكوز عندنا 60% من السيروم سيريم جلوكوز. يعني انت مثلا لو انا عندي مثلا الراندم بتاعي عادي، مثلا الراندم بتاعي 160. شوف بقى انه النورمال بتاعي في السي اس اف هيكون 60% من، لو الراندم بتاعي 100 مثلا هتلاقي هنا الجلوكوز هنا مثلا 60. يبقى انا كده عادي في النورمال. لقيت هنا مثلا الجلوكوز لو، اعرف ان انت في بكتيريا. وعلشان تحفظها كويس اعرف ان البكتيريا بتتغذى على الجلوكوز، علشان كده الجلوكوز هيحصل له كونسبشن نتيجه البكتيريا الانفكشن، فيظهر لك الجلوكوز هنا ايه، لو. يبقى انت كده بكتيريا ايه، بكتيريا انفكشن. لكن لو نورمال هيبقى في الفيرال. تمام، ولو لو برضو ايه في الفنجل. البروتين دوت النورمال بروتين هيكون من 20 ل 45، وادي كده في النيونات. لو البروتين عالي يبقى ده كده بكتيريا، لو نورمال او سلايتلي اليفيتد دوت فيرال، وبرده بيبقى اليفيتد بسيط قوي في الفنجل. وعلى فكره فنجل مننجايتس هتلاقيها نوت كومن. خلاص، يبقى هو الموست كومن هتلاقي البكتيريا والايه والفيرال. اللاكتيت برضو هنا هيبقى من 10 ل 27. هنا اللاكتيت بيبقى عالي في البكتيريا الانفكشن. خلاص، الجدول ده هيبقى معانا عادي ان انت هتحفظه او ان انت تعرفه كده، هو بس بالممارسه. تي ال سي عالي قوي من 1000 ل 500. التي ال سي عالي قوي من 1500 سسبكتد بكتيريال. بصيت على التايب اوف سيل لقيتها نيوتروفيل، يبقى انا كده بتاكد ان هي بكتيريال. بصيت على الجلوكوز لقيت ان الجلوكوز لو بالنسبه للسيرم جلوكوز، يبقى انا كده اتاكدت ان هو بكتيريال. بصيت على البروتين لقيته عالي واللاكتيت عالي، يبقى انا كده بكتيريال مننجايتس. خلاص، يبقى انا لو انا حاطه امبيريك في المننجايتس هتلاقي الدكتور بيحط لك مثلا امبيريك انتي بكتيريال وانتي فايرال، وده الصح لان انت مش عارف هي فيرال ولا بكتيريال. خلاص، خلاص السي اس اف كلتشر طلعت وحددت ان هي بكتيريال، بوقف الانتي فايرال. لو انت مش عارف الفرق ما بين الفيرال مينينجايتس والبكتيريال مينينجايتس، انت هتاخد القرار على اساس ايه؟ يعني ممكن تكون فيرال مينينجايتس وانت توقف الانتي فايرال،
جريمه في حق العيان. وممكن تكون بكتيريال مينينجايتس وتوقف الانتي بايوتيك، جريمه برضه في حق العيان. خلاص، يبقى الجدول ده كده بيتعرف ان انا بفرق ما بين البكتيريال مينينجايتس والفيرال مينينجايتس. السلايد ديت برضه بتبقى ديفرنشيشن ما بين الكولونيزيشن والكونتامينيشن والانفكشن. عرفنا الكولونيزيشن والكونتامينيشن، هتلاقي ان النورمال وايت تي ال سي نو شيفت ليفت، وعرفنا او الليفت شيفت. تمام، يعني الباندس مش عاليه. تمام، ولما تيجي تسمعها في الريكورد هتفهمها اكتر واكتر. لكن الانفكشن هتلاقي تي ال سي عالي، النيوتروفيل عاليه، في ليفت شيفت. تمام، هتلاقي ان في سيبسز، الكرايتيريا بتاعت سيبسز هتلاقي ان مثلا في سواء كان بقى في ابسس، في فيجيتيشن، يبقى انفكتيف اندوكاردايتس، والكرايتيريا اللي احنا قلناها. طيب الكولونايزيشن او الكونتامينيشن ديت برضو نوت تيبيكالي اسوشيتد وذ فايت بيسيز. يعني انت ممكن ما تلاقيش بقى التي ال سي ولا عالي ولا نيوتروفيل ولا عالي، ولكن في الانفكشن التي ال سي عالي. الكولونايزيشن والكونتامينيشن ما فيش فيفر، ولكن في الانفكشن هايبوثيرميا او هايبرثيرميا. تمام، مش شرط الفيفر. هنا not associated with the heavy growth of pathogen on gram stain. يعني هتلاقي مثلا الجرام ستين ممكن يقول لك ان هو no microorganism، او يا اما الكولوني كاونت زي ما احنا شفناها في اليورين كلتشر، الكولوني كاونت مش سفيشنت انف ان احنا نقول ان هي باثوجينيك مايكرو اورجانيزم. لا، ان هي ممكن تكون نورمال فلور عالي، ولكن هنا يقول لك ان الهيفي جروث للباثوجين في الجرام ستين، ودوت اللي هو يقصد بيه الكولوني كاونت. هنا not associated with other signs of infection، سواء كان بقى راديولوجي، سواء كان بقى لابوراتوري مثلا بالحاجات التانية اللي احنا قلناها، البروكالسيتونين، اللاكتيت، التي ال سي، النيوتروفيل and so on. ولكن هنا usually associated with other signs of an infection. طيب تعالوا بقى نطبق اللي احنا قلناه في ال CSF lumbar puncture. بالمناسبة الصورة دي اللي هي الميكروسكوبيك اكزامينيشن، او لما تيجي تقول لك مثلا، او حتى لما انتوا تكونوا موجودين مع دكاترة الرعاية او كده، يجي يقول لك مثلا ايه، احنا إيه الكيمستري طلعت ولسه الكالتشر ايه, ما طلعتش. فهي ديت ايه الكيمستري. الكالتشر بقى لما تيجي تطلع هتطلع بالتايب بتاع المايكرو اورجانيزم، والسنسيتيفيتي سنسيتيف لايه، وريزيستنس لايه. طيب هنشوف بقى الاكزامبل كده. هنبتدي دي كالتشرز عادية، تمام، او سوري اللي هي كيمستري. هنشوف بقى الفرق ما بينها وبين الكالتشر ايه، وهنشوف الاحتمالات اللي انت ممكن تيجي تشوفها لما تيجي تطلع. فاحنا اولا كده ده منظر الكالتشر او نموذج ل CSF كالتشرز. اول حاجه بيجي يقول لك الماكروسكوبيك اكزامينيشن، ان الفوليوم ما اعرفش كام 3 مللي، الابييرنس سلايتلي تربت. شوف بقى الكلر اهو كلاودي، يبقى انا كده عندي ايه، في مايكرو اورجانيزم. كلاودي دوت بيكون ميلي في البكتيريا. الفيرال ممكن يكون كلاودي، وممكن ايه، ممكن ما يكونش كلاودي، ممكن يكون كلير. طيب الكلوتينج هنا ما فيش كلوتينج، دي بتبقى ابسنت. الوايت بلاد سيلز 1200. احنا لما جينا قلنا في البكتيريا هتلاقي ان التي ال سي بيكون عالي قوي، لكن في حالات الفيرال هتلاقيها من 100 ل 500. يعني سوري ان انا كنت غلطت وقلت من 100 ل 50، لكن هي من 100 لايه، 100 ل 500 زي ما هي مكتوبه. طيب الديفرنشال كاونت بقى هتلاقي النيوتروفيلز هنا 85%، الليمفوسايت 12%، المونوسايت 3%. طبعا لما جينا قلنا ان الموست بريدوميننت سيلز، هتشوفي اما ممكن يكتب لك الليمفوسايت، وممكن يكتب لك النيوتروفيلز، وممكن يكتب لك هم كلهم بالنسب بتاعتهم، وبتشوف الاعلى نسبه. يعني مثلا زي الاكزامبل ده، النيوتروفيل 85% والليمفوسايت 12%، يبقى الموست بريدوميننت سيلز هنا ايه، اللي هي النيوتروفيل. طيب يبقى انا عندي كده ان الكالر كلاودي، التي ال سي عاليه، الموست بريدوميننت سيلز هنا بتكون اللي هي النيوتروفيل. خلاص دي كده بتبقى موستلي بتبقى ايه، بتبقى بكتيريا. هو هنا للاسف ان الكيمستري اللي طالعه ديت هم ما طلعليش البروتين او الشجر، بس ممكن يكون الكالتشرز مثلا كان الصوره مثلا مبعوثه لي او كده، ممكن يكون ناقصها حاجه، ولكن هيكون هاي، واللاكتيت كمان هيكون هاي. طيب تعالوا بقى نشوف كده الحاجة الزيادة ايه. قالك هنا ايه، الزيل نيلسون ستين. وزي ما احنا نفتكر كده لما جينا قلنا ان الاتيبيكال مايكرو اورجانيزم انت مش هتشوفه اصلا في مزارع، ولكن في المايكوبكتيريوم تيوبركيوليسيس اللي هو تي بي بيحتاج سبيشال دايت زي الايه، الزيل نيلسون ستين.
يبقى هو هنا بيقولك ان هو نيجاتيف فور اللي هو الاسيد فاست باسيلاي، اللي هو نيجاتيف للتست ده، يبقى انت كده بايه اكسكلود التي بي. وبرده بالمناسبه وانا كنت نسيت ان انا اقولها برده في الاتيبيكال، زي الليجيونيلا برضو بتحتاج سبيشال داي اجار برضو ان هي علشان تطلع، لكن بقيه الاتيبيكال هيبقى صعب جدا. طيب يبقى انا كده اكسكلود التي بي. انا هنا موستلي عند الايه، عند البكتيريا. لو هو جه في الكيمستري ووقف عند كده، على حسب بقى الريبورت اللي هيطلع بقى عندك، شوف اشكال بقى كتير، تمام، علشان الناس بتفتكر ان مثلا شكل الكالتشر او الكيمستري بيطلع هو ده الشكل، لا ده باختلاف من لاب تو لاب. طيب لو هو وقف كده يبقى انا عندي بكتيريا. يبقى انا لو انا حاطه بقى الامبيريك ثيرابي انتي بكتيريال وانتي فايرال، يبقى انا كده هوقف على طول الايه الانتي فايرال. عمل هنا في الكيمستري دي حاجه جميله جدا، وقال لي ان هو الجرامستين، عمل جرامستين. طبعا الجرامستين بيبين لك اصلا ان في مايكرو اورجانيزم ولا لا، بيبين لك هل هو بوزيتيف ولا نيجاتيف زي ما احنا قلنا. الجرامستين هنا قال لك جرام بوزيتيف لانسيت شيب ديبلوكوكاي، جرام بوزيتيف ديبلوكوكاي. لو احنا فاكرين السلايد دي لما احنا جينا قلنا وقلت لكم ان انتوا تتحملوني شويه مثلا في الميكروبيولوجي او شكل الميكرو اورجانيزم تحت الميكروسكوب، واحنا قلنا ان كل كلمه هتتقال في الكورس ده وفي المحاضرات ديت احنا هنحتاجها في البراكتس. يعني ما فيش كلمه كده ان هي مثلا احنا داخلين في حته ميكروبيولوجي او داخلين مثلا كده في ديتيلز احنا مش هنحتاجها، لا كل كلمه هتتقال. لو فاكرين من السلايد ديت احنا قلنا ان لو كتب لك جرام بوزيتيف ديبلوكوكاي يبقى تعرف ان انت قدام ستريبتوكوكس نيمونيا، خلاص انا مش محتاجه اصلا ان انا اسال ايه هو الجرام بوزيتيف ديبلوكوكاي. طب لو قال لك بقى جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي يبقى انت قدامك الايه، قدام النايسري، خلاص فانا عارفه الاسم التاني ايه، الاسم التاني بتاعه. فهنا الجرامستين طبعا الكيمستري بتاعت السي اس اف او الماكروسكوبيك اكزامينيشن او الميكروسكوبيك اكزامينيشن انا خلاص عرفت، لان من الجدول ده انا عارفه الفرق ما بين البكتيريال والفيرال والايه والفنجل، فمن الجدول ده انا عارفه ان ده كده ايه بكتيريا. سهل عليا، عمل لي اكسكلوشن للتي بي، وسهل عليا بالجرامستين ان بيقول لي ان انت قدام الايه الجرام ايه جرام بوزيتيف وميلي ايه ميلي الستريبتوكوكس نيمونيا. يبقى انا لو انا حاطه في الامبريك ثيرابي حاجه جرام نيجاتيف خلاص انا كده ايه مش محتاجه. انا بقى الخطوه اللي بعدها المفروض ان انا بقى مستنيه الكالتشرز اللي هي السنسيتيفيتي، انا خلاص عرفت المايكرو اورجانيزم، طب انا هستنى ايه تاني؟ هستنى ان انا اشوف الستريبتوكوكس نيمونيا دي في العينه السامبل دي هتكون سنسيتيف لايه وريزيستنت لايه، علشان خاطر ان انا احط بقى الديفينيتيف ثيرابي اللي هو الموست ابروبريت. في الايدز جايد لاين عملت لي حاجه جميله جدا، لما تيجي تفتحوا بقى الايدز جايد لاينز بتاعه المننجايتس. وبالمناسبه في الانفكشوس ديزيز هتلاقي كل معلومه بتكون موجوده في مكان، وعلشان كده يعني ميزه الكورس ده ان احنا بنجمع المعلومات والبيزكس كلها، بحيث ان انت لما تيجي تقرا في الجايد لاينز خلاص ان انت ما تتوهش. يبقى انا المفروض ان انا المعلومه عندي مثلا في من مكان من البيزكس، تيجي تقرا بقى الجايد لاينز بتبقى الدنيا سهله جدا. هنا حبيت بس ان انا اوريكم كده صوره من الايدز جايد لاينز، بعد كده ان شاء الله لما نبقى نيجي نشرح المننجايتس. شوف بقى هنا ان انت بيقول لك ان انت هتختار ايه الامبيريك ثيرابي على حسب الايه الجرامستين، لو هو ايه لو هو طلعه لك. يعني مثلا لو هو اتعمل لك جرامستين وطلع لك ايه ستريبتوكوكس نيموني زي ما هو مطلع لنا في الكالتشرز الايه اللي احنا شفناها الجرام بوزيتيف ديبلوكوكاي ستريبتوكوكس نيموني. الريكومند ثيرابي اللي بيقول لك ان انت تحطه لغايه لما السنسيتيفيتي ان هو يطلع، هتحط فانكومايسين مع ثيرد جنريشن كيفالوسبور. يبقى انت هتحط للعيان ده كده فانكومايسين مع سيفوتاكس او سيفوترايكسون. يبقى انت لو انت بادئ من البدايه طبعا اللي هي الامبيريك ثيرابي، وان انت مش عارف هتحط انتي فايرال وانتي بكتيريال، وقفنا الانتي فايرال هستمر على الفانكومايسين مع الثيرد جنريشن كيفالوسبور. خلاص لو كان بقى في سنسيتيفيتي ان انت ممكن ان انت تحط اللي هي الالترناتيف زي ما هو مكتوب كده الفلوريكينولون والميرونام، تمام، ولكن دوت ريكومندد. طيب الخطوه اللي بعدها هيطلع لي الكالتشر سنسيتيف لايه وريزيستنس لايه. شوف بقى الستريبتوكوكس نيمونيا في السامبل دي سنسيتيف لايه، فممكن يجي يقول لك مثلا ده هي سنسيتيف للبنسلين فتحط بنسلين جي. خلاص. طيب لو مثلا طلع لي في الكالتشرز ديت قال لك جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي يبقى انت قدام الايه قدام النايسري، انا كده خلاص عارف ان الجرام نيجاتيف ديبلوكوكاي هي النايسري. ف طيب ريكومند ثيرابي بقى ثيرد جنريشن كيفالوسبور. خلاص يبقى انت هتحط سيفوترايكزون او سيفوتاكس بالمننجيتك دوز.
فاكرين لما جينا قلنا واحنا بنتكلم على اللي هي الستريبتوكوكس اجلاكتيا والستريبتوكوكس نيمونيا، وجيت قلت لكم ان هو دوت الموست كومن بالنسبه للاجلاكتيا، الموست كومن مايكرو اورجانيزم في النيوناتس دوت الستريبتوكوكس نيمونيا. مين اللي بيتارجت بيعمل مننجايتس، مين اللي فيه الاكتر من 50 سنه. طب المعلومات دي كلها هتلاقيها برضو فين؟ هتلاقيها موجوده في الايدزا جايد لاينز بتاعت الايه المننجايتس، بس حبيت ان انا اوريها لكم. تمام، بس علشان ان انتوا تكونوا عارفين كل كلمه بتيجي منين، او ان انا لما اجي ان انا اقرا الجايدلاينز هتلاقي معلومات كتير جدا، بس لما تكون انا مخي يكون مثلا مفتح لحاجه معينه، او ان انا عارفه البيزكس بحاجه معينه، خلاص ان انا بعرف ان انا ايه القطها وانا بقرا. وكل الموست كومن بكتيريال باثوجين بيجي يقول لك ان الايه، ان الانتي ميكروبيال ثيرابي اللي انت تحطه مثلا للحالات الايه، الحالات اللي زي كده ايه، برضو بالديوريشن، برضو بالايه، بالدوز. طيب نشوف اكزامبل تاني برضو الكالتشرز كده. شوف بقى ده شكل تاني خالص. ده ممكن يجي يطلع لك مثلا الاناليسيس اللي هو الكيمستري، يقول لك وايت بلاد سيلز 1200، والريزلت رينج هو بيقول لك هنا الريفرنس رينج، مش هتلاقيه في كل اللابس بيطلع لك كده. والله لو طلع لي هو الريفرنس رينج ايه هو النورمال من كام لكام، والله خير وبركه. طب لو هو مش طلع لي، خلاص انا معايا الجدول. طيب هنا برضو المعمل هنا مطلع حاجه جميله جدا، هو بيقول لك ان الريفرنس رينج اللي بيفرق ما بين البكتيريال والفيرال، يبقى انا كده مش محتاجه الجدول ايه، الجدول اللي معايا، يبقى انا في معمل مطلع لي، مسهل لي الدنيا، وقايل لي الفرق ما بين البكتيريا والفرق ما بين الفيرال، وادي كده الايه الريزلت، وادي كده ايه الريفرنس رينج. طيب تعالوا نشوف، ادي كده الوايت بلاد سيلز كاونت 1200 هنا عالي، خلاص، فهو بيقول لك ان النورمال بيكون اقل من 5. في البكتيريا خلي بالك ان هو بيكون عالي، والفيرال بيكون بس من كام، من 10 ل 500 او من 100 ل 500. لو الارقام اختلفت زي ما احنا كنا قلنا في الجدول ده عادي جدا، لان احنا لو شفتوا سلسله اللابوراتوري اللي هي تفسير المعامل التحليل الطبيه، السلسله اللي قبل كده، احنا دايما كنا ماشيين تبع الايه الريفرنس رينج بتاع الايه بتاع المعمل. كل معمل بيكون ليه نورمال رينج خاص خاص بيه على حسب الاجهزه اللي هو بيستخدمها، وعلى حسب الكيتس كمان اللي هو بيستخدمه. الريد بلاد سيلز هنا انا مش بحتاجها هنا ديت، بس ان احنا انت بتشوف ان في بليدنج ولا لا. هنا بقى البروتين 180. طيب النورمال كام؟ قال لك من 15 45. طيب في حاله البكتيريال بيكون اكتر من 100. في حاله الفيرال نورمال اور ايه اور اليفيتد، يبقى انا 180 هنا بيكون ايه اليفيتد، يبقى انا كده قدام ايه ممكن تكون بكتيريال. طيب الجلوكوز 35، قال لك النورمال من 50 ل 80، وقال لك خلي بالك ان في البكتيريال الجلوكوز بيكون ديكريزد، ولكن في الفيرال بيكون نورمال. خلاص يبقى انا كده الجلوكوز هنا بيكون ايه ديكريزد، يبقى انا في الحاله اللي زي كده يبقى انا قدام بكتيريال مينينجايتس. ان الابييرنس بتاعه بيكون تربت، ادي كده واحد، التي ال سي عالي، رقم اتنين البروتين عالي، الجلوكوز قليل. تمام. هنا للاسف ان هو ما طلعلكش ايه اللي هو البريدوميننت سيلز. خلاص. برضو ممكن في بعض الكالتشرز ممكن تكون ناقصه حاجه، في ساعتها ممكن لو انا في المستشفى هتواصل مع اللاب، اقول له مثلا ايه هو الموست بريدوميننت سيلز، ممكن يكون نسيه. طيب هنا برضو عمل لي جرام ستين، وبرضو جرام بوزيتيف ديبلوكوكاي. شوف ده اصلا الموست كومن بقى مايكرو اورجانيزم اللي بيعمل بكتيريال مينينجايتس، ده هتشوفه كتير، اللي هو الايه الجرام بوزيتيف ديبلوكوكاي. يبقى انا كده عارفه ان انا قدام ايه الستريبتوكوكس نيمونيا. خلاص لو قال لي جرام نيجاتيف ديبلوكوكاي يبقى انا هكون عارفه ان انا قدام ايه، قدام نايسيري. كل اللي انا هعرفه هفتح الايدز جايد لاينز، خلاص، او البروتوكول اللي انا عاملاه للمستشفى بتاعتي according to its guidelines، وهشوف بقى ان انا كده حاطه الريجمنت بتاع ستريبتوكوكس نيمونيا ولا لا، لغايه لما الكالتشر تطلع اشوف بقى هي موست سنسيتيف لايه وريزيستنس لايه. طيب نشوف الاكزامبل اللي بعد كده. دي سي اس اف برضو ايه كالتشر. طيب مطلع لي هنا الوايت بلاد سيلز 180. 180 ديت انا مش فوق بقى ال 1000 بقى، يبقى 180 هي عالي بس شويه، من 100 ل 100 ل 500. هنا بقى مش مطلع لي ريفرنس رينج ولا قايل لي ايه الفرق ما بين البكتيريال والايه والفيرال، وده اختلاف من لاب للاب. طيب الديفرنشال كاونت هنا شوف قال لك الليمفوسايتس 92% والنيوتروفيل 3%. خلاص يبقى جاب لك الاثنين نسبة كل اتنين، يبقى دوت الموست بريدوميننت سيلز هنا ايه الليمفوسايت. طيب معنى كده ان انا الليمفوسايت عندي، يبقى انا كده فيرال.
التي ال سي 180 يبقى انا كده فايرال، هي مش عاليه قوي. الكلر اللي عندي هو كلير، واحنا قلنا ان في الفايرال ممكن يكون كلاودي وممكن يكون كلير. خلاص، يبقى أنا هنا اهو في الفايرال مننجايتس ممكن وممكن، يعني ممكن يكون كلاودي وممكن يكون ايه، ممكن يكون كلير. الزين نيلسون ستين نيجاتيف فور اسيد فاست باسيلاي، ادي كده انا ما عنديش تي بي، وهو طبيعي لان انا قدام فيرال مننجايتس اصلا ما فيش بكتيريا، وطبيعي جدا ان الجرام ستين لما يجي يعمله هيكون نو اورجانيزم، يبقى انا كده ما عنديش ايه، ما عنديش بكتيريا. يبقى انا كده قدامي الكيمستري بتاعت سي اس اف ديت ان هي فيرال مننجايتس. طب انا هستنى ايه؟ اولا انا هوقف الانتي بكتيريال خلاص، وهكمل على الانتي فايرال، وهبقى بيندنج بقى للبي سي ار. هو المعمل كده خلاص، هو الكيمستري مطلع له ان هو فايرال، هيعمل بقى البي سي ار علشان خاطر ان هو يعرف ايه هو نوع الفيرال، الفيروس اللي موجود هنا. بقى عمل ادي كده البي سي ار خلاص، وادي كده عمل اللي هو الديتكتد هو الايه، الانتيرو فيروس. وخلاص بقى ان انت برضو بتشوف ال جايد لاينز، ان انت بتشوف الموست كومن ايه او الموست الايه الابروبريت وان الانتيرو فيروس. خلاص لغايه برضو لما يجي يطلع الايه، يطلع السنسيتيفيتي. خلاص دي كده بس اكزامبلز ليه بعض السي اس اف كالتشرز طبقناها، وقلنا ان بيطلع لك الكيمستري الاول اللي هو بقى التربت ولا لا، الموست بريدومينانت سيلز اللاكتيت البروتينز. بعد كده ممكن يعمل لك جرامستين وممكن لا. مع الجرامستين خلاص هو بيوجهك اصلا مع الكيمستري، بيوجهه هو بكتيريال ولا فيرال ولا فانجل. الجرامستين بيوجهك هو جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف. نخلي بالنا من اسماء المايكرو اورجانيزم بالاسم التاني زي ما احنا شفنا كده الجرام بوزيتيف ديبلوكوكاي. بعد كده ان انا بشوف بحط الموست ابروبريت او اللي هو الامبيريك ثيرابي مثلا المايكرو اورجانيزم اللي هو بيكون مطلعه لي في الاول زي الستريبتوكوكس نيمونيا. بعد كده بشوف بقى السنسيتيفيتي او السستبيليتي، هو سنسيتيف لايه وريزيستنس لايه.